السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وصفات الجمال، ومرحبا بكم في وصفه جديده. الا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي وعجبكم المحتوى اللي كنقدم، ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم صباغه طبيعيه باللون الاشقر النحاسي. صباغه كتغطي الشيب من الاستعمال الاول، صباغه كتغطي الشيب، كتعطي لون رائع لعشاق الشعر الاشقر. وصفه سهله بمكونات كلها طبيعيه. خليكم مع هذه الوصفه، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. على بركه الله غنبداو في تحضير صباغه اليوم باللون الاشقر وبالنحاسي. في واحد الكاسرونه كندير قشور ديال البصله. كما معروف القشور ديال البصله زوين بزاف للشعر، كيطول الشعر، كيمنع تساقط الشعر، الفوائد ديالو كثيره وعديده. كنضيف ليهم قشور ديال الرمان. دابا الرمان وقته، استعملوها البنات في الوصفات الطبيعيه، كيعطي لنا اللون الاشقر او النحاسي. كنضيف ملعقه ديال البابونج طبيعي، هو اللي غيعطي لنا اللون الاشقر، كيفتح لون ديال الشعر. وكنضيف القدر الكافي ديال الماء، وكندير هاد المكونات على نار هادئه حتى الغليان. تلقوا ليا كاع الفوائد ديالهم. والزيوت الطياره ممكن تستعملوا هذا كبخاخ للشعر ديالكم لتطويل الشعر. الفوائد ديالو كثيره وعديده، خصوصا مع دابا الخريف الشعر ديالنا كيتساقط بواحد الكميه ما نقولش لكم. بالنسبه ليا كنستعمل البخاخات بزاف. الا بغيتوا شي بخاخ غنشاركو معكم في شي فيديو، وكنت ديجا شاركت معكم بزاف ديال الوصفات لتطويل الشعر، غنخليهم لكم هنايا في الاي او بيان في صندوق الوصف. غندير المكونات على نار هادئه ونرجع نكمل معكم الوصفه. فوالا البنات، درت المكونات على نار هادئه وتنخليهم حتى الغليان. يطلقوا لي كاع الفوائد ديالهم والزيوت الطياره. فوالا البنات، المنقوع ديالي واجد. كما كتشوفوا حصلت على اللون الاشقر. كما كتشوفوا المكونات كاع طلقوا الفوائد ديالهم. غندوز نصفي هذا المنقوع ونوجد معكم خلطه الحناء. من بعد ما وجدنا المنقوع اللي غنخلطوا به الصباغه الطبيعيه، غندوز نحضر معكم خلطه الحناء. في هذه الخلطه غنحتاجوا الكركم وبيا الخرقوم، خاصو يكون من النوع الجيد البنات. كندير واحد الكميه ديال معلقه كبيره باش يعطي لنا اللون الاشقر الغامق. وضروري ما يكون الكركم من النوع الجيد. كنضيف ملعقه ديال الحنه، حناء خاصه بالشعر، كنغربلها. بالنسبه للكميه على حسب الطول والكثافه ديال الشعر ديالكم. الا كان شعركم طويل بزاف ضعفوا المكونات. وما تكثروش البنات الحنه باش ما يخرجش لكم اللون ليموني. كنكتفي بهذا القدر. كنمزج الكركم مع الحنه. خلطه اكثر من رائعه لعشاق اللون الاشقر وبيا النحاسي. صباغه طبيعيه بدون مواد كيميائيه، كلها طبيعيه 100%. كنت ديجا شاركت معكم واحد الوصفه ديال الصباغه الطبيعيه باللون الاشقر، غنخليها لكم هنايا في الاي. وكنشارك معكم بزاف ديال الصبايغ، صباغه باللون الاسود وبالنسبه للون البني والاكاجو. غير قلبوا في قناتي وغتلقاو مجموعه من الوصفات الطبيعيه والمجربه. ولا البنات، من بعد ما مزجت هاد جوج ديال المكونات كنضيف لهم المنقوع. ولا البنات، المنقوع من بعد ما صفيتو حصلت على اللون الاشقر وبين النحاسي، كنضيفوا الخلطه ديال الحنه والكركم اللي وجدنا. كنضيفوه بشويه بشويه حتى نحصل على قوام متجانس كريمي.
حتى نمزج مزيان. كما كتشوفوا البنات حصلت على اللون الاشقر وبيان النحاسي. وبالنسبه للبنات اللي عندهم الشعر بني وبيان اسود يستعملوها مره وبيان جوج وبيان ثلاثه حتى 4 المرات باش يطلع لهم هذا اللون، ماشي من الاستعمال الاول غيطلع لك اللون الاشقر. كتغطي الشيء من الاستعمال الاول وكتعطي واحد اللون يا سلام كما كتشوفوا هنايا معايا في واحد الفيديو. لترطيب الشعر كنضيف زيت ارغان وبيان اي زيت عندكم في الدار ديروه، زيت الزيتون، زيت جوز الهند اللي عند توفر عندكم ديروه. كترطب الشعر وكنستمر بالخلط جيدا. ولا البنات الصبغه الطبيعيه ديالي واجده باللون الاشقر. بالنسبه لطريقه الاستعمال كنابليكوها من الجذور حتى الاطراف كما كتشوفوا معايا هنايا في واحد الفيديو على الجنب، وتنخليوها ما بين 2 حتى 3 سوايع. كنغطيو الشعر ديالنا بالسلوفان وبيان بشي كيس بلاستيكي وتنغسلو الشعر ديالنا. والاستعمال الاول غتعجبك النتيجه، واحد اللون اشقر يا سلام. كتغطي الشيء من الاستعمال الاول. وبالنسبه للمنقوع اللي بقى ليا من الوصفه كنستعملو كبخاخ، كنديروه في شي قرعه وبيان في شي بخاخ وكنحتفظ به في الثلاجه مده اسبوع. كندير به الشكوب لشعري، كنستعملو مرتين في الاسبوع. ان شاء الله وصفه اليوم تنال اعجابكم، وميعادنا ان شاء الله الوصفات الجايين باذن الله. في امان الله، بسلام عليكم.